عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم ان الحلول اللي احنا بنستخدمها في الشركات الكبيره مختلفه عن الحلول اللي بنستخدمها في الشركات الصغيره. الحل في الشركه الكبيره مش ضروري خالص ان هو يكون مناسب لشركه صغيره. فانت محتاج تسال نفسك انا عندي عدد موظفين كام؟ هل انا عندي 50 موظف او اكتر فانا اتحطيت في الشركات الكبيره، او انا عندي اقل من 50 موظف فانا محتاج اروح للاستراتيجي بتاعه الشركات الصغيره. وده ما يقولش حاجه عليك ولا يعيبك، ده معناه ان انت بتستخدم استراتيجي مناسبه لحجم الشركه، فمحتاج تخرج بره اطار انا شركتي كبيره وانا عدد الناس فيها، وما تتغرش بان الشركه كبيره او بتبيع بكام او مهم جدا انك تشوف الاستراتيجي اللي انت هتستخدمها والحلول اللي انت هتستخدمها مناسبه لشركه كبيره ولا مناسبه لشركه صغيره. يعني لما المبيعات تقل تفكير في شركه صغيره غير التفكير في شركه كبيره. لما المبيعات تقل في الشركات الكبيره انت محتاج تروح لاستراتيجي مختلفه، استراتيجي بتحلل فيها الداتا، بتاخد فيها اكشنز اكبر. يعني لما تيجي تعمل حل، لا احنا هنعمل كامبين بحجم مختلف، لا احنا هنعمل منتج جديد فده هيحتاج وقت، لا احنا هنراجع سلوك العملاء اتغير ولا ما اتغيرش، لا احنا هنراجع الفيدباك بتاع العملاء. فدي حلول استراتيجيك بتاخد وقت لكن بتوصل فيها النتائج مناسبه للشركات الكبيره. لكن لو عايز تلاقي حلول للشركات الصغيره انت محتاج تبقى حلولك دايما سريعه، حلولك دايما بتتحرك فيها بسرعه. انا عندي مشكله يبقى انا هروح احل بشكل سريع، انا هقدم هدايا، هقدم عرض، هقدم اوفر، هتحرك في شكل كامبين صغير سريع، هعلي بادجت، هغير في شكل التصوير، هغير في شكل الستوري، هغير في شكل المنتجات والباكينج بتاع المنتجات، فبتحرك دايما في شكل سريع. فالفرق ما بين شركه صغيره وشركه كبيره لما المبيعات تقل ان هنا بتتحرك بشكل سريع وهنا بتتحرك بشكل استراتيجي. فانت سؤالك دلوقتي انا شركتي كبيره ولا شركتي صغيره؟ هستخدم استراتيجي ولا هروح للفاست واي؟